ورحمة الله وبركاته. لحظات كده لغاية لما نتجمع. يا جماعة اللي دخل معانا اللايف والصوت واضح معاه يا ريت يبلغنا ان الصوت واضح معاه. اللي سامع الصوت لو سمحتم بلغونا ان الصوت تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذتنا الغالية أستاذة نهلة منورة الدنيا. النهاردة حلقة جميلة جدا، حلقة زي ما بيقولوا لذيذة سهلة. احنا هنسأل سؤال، السؤال دوت هنوصلوه للناس، عايزين نخلي الناس تشاركنا معانا، نخلي الناس تكون معانا، نحكي فيه مع بعض. السؤال اللي هنتكلم فيه احنا عايزين نسمع من حضراتكم رؤيتكم انتم اللي هتكون بتتكلم معانا، انت اللي هتكون تقول لنا عايز رؤيتك، نسمع رؤيتك في التعليم. نقوله تاني، عايزين نسمعوا رؤيتكم في التعليم، عايزين نسمع رؤيتكم في الخدمات، عايزين نسمع رؤيتكم في الحياة الاجتماعية. عبر في 5 دقايق هتخشوهم معايا لايف، تمام؟ وده شيء ما بيحصلش كتير، ان حضرتك انت الضيف. فانت كل اللي مطلوب منك ان حضرتك هتبعت لي اد، هقبل الاد علشان خاطر نبدا نكونوا مع بعض، نسمع بعض ونعبر عن رؤية بعض، تمام؟ فاللي حابب يشارك اهلا وسهلا بيه. حضرتك انت المره دي اللي هتقول رؤيتك، انت كضيف، انت كمشاهد، انت كمتلقي. عندك 3 مواضيع من حقك تتكلم فيهم في برنامج رؤيتي: التعليم، تمام، الخدمات، الحياة الاجتماعية. قدام منك 5 دقايق حضرتك هتكون معانا ضيف وتبتدي نحكي فيه مع بعض الدنيا فيها ايه. من العين دي قبل العين ديت معالي النائب منور اللايف جدا 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 يا كبير. طيب نبتدي نشوفه الاول. استاذه اشرقت تحياتي لحضرتك، منوره اللايف معايا. الصوت واضح تمام. استاذه اسراء منوره الدنيا. المستشار البير حبيبي اللي وحشني بجد، كده انا ضيف وعايز حاجه ساقعه، منور الدنيا كلها يا قائد والله العظيم، تمام. اللي حابب يكون متواجد معانا على اللايف، قدام مننا 3 مواضيع. حضرتك كمشاهد لأول مرة في برنامج رؤيتي هتكون انت الضيف، تمام. حضرتك من حقك هتتكلموا في التعليم، القرارات الجديدة لو حابب تخش تقول رأيك فيها. هنتكلم كمان في الخدمات، هنتكلم في الحياة الاجتماعية. انت اللي هتقول الكلمة. خش معانا يا استاذة نهلة، ابعتي اد وتنورينا نتكلم معاكي 5 دقايق تقولي رؤيتك في الموضوع التعليم لذوي الهمم. منتظر اول حد يكون معايا موجود. مستر احمد انت الافضل وانت الاحسن حبيبي. مستر محمد اولا التعليم نجيبها من هنا. عايز شغل كتير، الخدمات محتاجه برضه شغل كتير، الحياه المجتمعيه بقت بشوف بكل صراحه فيها سبوبه. خش معانا وقول رايك. استاذه اشرقت انت الافضل وانت الاحسن، اكيد مستني
اول اد هيخش معانا ويتكلم. المهم عشان نوسع النطاق، تمام، حضرتك لو سمحت اعمل شير، واللي حابب يتفضل يكون معانا كضيف اهلا وسهلا بيه. مش خلود، وحشاني جدا بنتي الغاليه، منوره 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 الدنيا. نقوله تاني، حضرتك انت الضيف في برنامج رؤيتي، تمام؟ معانا 3 مواضيع، كل موضوع هنتكلم فيه. ليك 5 دقايق كضيف، اختار الموضوع اللي انت حابب تنور فيه. مستر احمد طايل منور الدنيا، حبيبي يا قائد، حابب تشارك برؤيتك في ال3 مواضيع؟ ابعت عايزين نسمع الاراء للناس في موضوع التعليم، تمام؟ عايزين نسمع اراء الناس في موضوع الخدمات، عايزين نسمع الناس في موضوع الحياه الاجتماعيه. انت الضيف، انت كمشاهد حضرتك الضيف. قول، ابعت اد، اللي مش عارف يبعت اد يقول لي وانا هبعت له انا الاد، مفيش مشكله. معاك 5 دقايق تعبر فيهم عن رؤيتك. نقوله تاني، اللي مش عارف يا جماعه يبعت اد يكتب لي في الكومنت انا مش عارف ابعت اد، تمام؟ انا حابب اشارك. هنشوفوا مين معانا اول حد. عندنا 3 مواضيع هم اللي هنتكلم فيهم ونعبر فيهم. هو مش كول، حضرتك هتطلعي في اللايف. مشاهدينا ومتابعينا، في انتظار اول حد يخش معانا في اللايف يعبر عن رأيه لمدة 5 دقايق في 3 مواضيع. عندنا موضوع التعليم، الخدمات، الحياة الاجتماعية. عندك 3 مواضيع، اختار منهم موضوع، ابتدي قول رؤيتك انت فيه باسم برنامج رؤيتي. منتظرين اول حد يدخل معانا بمداخلة على اللايف. قول رأيك، تمام؟ هنتكلم مع بعض ونناقش الفكرة.
عايزين نتكلم في موضوع التعليم اللي احنا طلعت بيه قرارات، تمام، بمواد. هل المواد ديت لما اتحذفت كانت في مصلحة الطالب، في مصلحة التعليم؟ هنعبر فيها عن رأينا، نطلع ونتكلم ونعبر فيها عن رأينا. انا الحلقة النهاردة يا أستاذة نهلة إن الجمهور هو اللي هيتكلم، أنا مش هستضيف فيها ضيف، أنت الضيف، الجمهور أنت حضرتك، أنت الضيف، أنت اللي هتعبر عن رؤيتك أنت. هل أنت مع القرارات ديت؟ تمام؟ طب أنت لو معاها ليه؟ طب أنت لو مش معاها ليه؟ تمام؟ يبقى إحنا النهاردة المشاهد هو الضيف معايا، المشاهد هو الضيف معايا، قدام منه 3 مواضيع يتكلم في موضوع لمدة 5 دقايق. هنتكلم عن التعليم، هنتكلم عن الخدمات، هنتكلم عن الحياة الاجتماعية. قدام منك حضرتك 5 دقايق تعبر عن وجهة نظرك. هتبعت لي اد، اللي مش عارف يبعت اد تمام يكتب لي في الكومنت ان هو حابب يكون ضيف معايا دلوقتي، يتفضل معانا تمام يتكلم، وانا هبعت له كمان الاد. منتظر بردك من حضراتكم المشاركة. اتفضل، هنتكلم في 3 مواضيع. تمام، انا بضطر بعيد الكلام لان انا بيخش معايا ضيوف. تمام، في الضيوف دولت هنبتدي نحكي معاهم ونفهمهم حضراتكم. احنا هنتكلم في 3 مواضيع: تعليم، القرارات الجديده، هنتكلم في الخدمات، هنتكلم في الحياه الاجتماعيه. قدام منك تكون انت الضيف لمده 5 دقائق تطلع معانا في اللايف. استاذ جابر منور الدنيا، استاذه شمس بردك منوره الدنيا. استاذ جابر لو حابب تتفضل اتفضل، ابعت اد تمام، ومعاك 5 دقايق نتكلم مع بعض عن وجهة نظرك ورؤيتك. قدام منك موضوع من 3 مواضيع نتكلم فيهم. استاذة شمس ممكن حضرتك تخشي، معاكي 5 دقايق تخشي تقولي رؤيتك في الموضوع. عندنا 3 مواضيع: تعليم او الخدمات او الحياة الاجتماعية. هتنقي موضوع، معاكي 5 دقايق تبعتي لي اد، تطلعي معايا على اللايف تتكلمي. مش عارف تبعت اد، انا هبعت لك الاد. استاذ اسلام منور اللايف معانا، بردك هنعيده تاني. استاذ اسلام قدام منك 3 مواضيع لو حابب تخش ومشاركه. تمام، تعليم، خدمات، حياه اجتماعيه، اللي حابب يتفضل يشارك في اي موضوع من ال3 دول. مستر محمد الشامي منور اللايف جدا جدا معانا، لو حابب بردك ابعت اد ويلا شارك معانا في اللايف. كل اللي معانا حابب يا ريت كمان نعمل شير علشان خاطر نبتدي نضم اكبر عدد علشان نفتح فكره رؤيتي للموضوع باسم البرنامج. هنشوفوا مين هيتضم ومين هيبعت.
طيب طب ما تخش معايا اللايف وانا هقول لك انا بشرب ايه. انا بعت لك اد. طيب احنا يا جماعه تاني الفكره البرنامج النهارده. طيب نسمع استاذ جابر. حاضر هبعت لك اد. حاضر انا بعت لحضرتك اد عقبال ما اقرا الرساله بتاعت الاستاذه شمس. الاستاذه شمس بتقول لك انا داخله اسلم عليك. طيب مستر جابر الو، مساء الفل يا باشا. منور الدنيا الله حضرتك. يخليك يا حبيبي، وكل المشاهدين بتوعك بخير يا رب. طمني عليك. الله يخليك، كله تمام يا فندم. لو آه، تقف في اضاءه يكون احسن. حاضر. علشان بس انا يعني عامل منور الدنيا يا الله جابر. يخليك بجد يا بجد حبيبي، انا الله سعيد يخليك. جدا ان انا بلتقي بيك واكون معاك على الهواء. الله يخليك يا حبيبي. بص، انا عايز اتكلم في كلمه تربيه وتعليم يعني يا ريت يا ريت الكل يسمعها. معاك 5 دقايق اتفضل. الله يخليك، اللي هو موضوع تسريب التلاميذ، في بالذات في التعليم الابتدائي. التعليم تمام. الابتدائي التسريب بتاعه الطلبه الصغيرين 3 4 حاجات لو عم اجتمعوا. جابر انا بعتذر لحضرتك. مستر جابر مستر اتفضل جابر انا اتفضل بعتذر لحضرتك جدا. اقف في مكان فيه شبكه علشان نعرف نسمع حضرتك. كده يا فندم. اتفضل قول. سيادتك، التسريب في التعليم، تمام. ولي الامر عايزه يلتزم مع ابنه، يشوفه بيروح المدرسه ويتابعه كل يوم بكراسته من الواجب، يسأله انت خدت ايه الحصة الاولى، خدته ايه في الفسحة، علشان يعرفوا هو راح المدرسة ولا لا. اغلب العيال بتوع ابتدائي الصغيرين بالذات بتوع تالتة ورابعة وخمسة بيلموا بعض ويروحوا السايبر اللي جنب المدرسة. طبعا انا بتكلم علشان انا تربية وتعليم. يقعدوا العيال يطلعوا يروحوا طالعين مع بعض ومروحين، ولي الامر مش عارف هو ابنه راح ولا ما راحش. الموضوع الثاني اللي هو المدرسة، يا ريت المدرسة تتابع وتبعت لولي الأمر. أنا عارف إن المدرسة مثلا فيها 3000، بيغيبوا حوالي 20 30 عيل، مش فاضيين مدرسين يروحوا يقولوا لتلميذ كان قاعد جنبه. مثلا أحمد ما جاش النهارده، يا أستاذ أحمد، أحمد التلميذ لو مؤاخذة، يروح يسأله التلميذ اللي جنبه، قول لوالد أحمد ابنك ما جاش. ممكن يعرف ان هو ما جاش ليه، يقول له كان تعبان، او يقول له لا ده راح الصبح. يبقى البيت تبعه والمدرسه تبعته. النقطه الاهم، يا ريت الامن المدرسه دايما بيكون مدرس. مثلا بيكونوا حوالي 30 عيل جايين متاخرين، يعني بعد 7 وربع 7 ونص، بتلاقي في مدرس بيعامل العيال دول بطريقه فظيعه. يعني فممكن الطالب اللي قلبه ضعيف اول ما يشوف المدرس واقف بعصايته هو مش هيضربه، بياخد بعضه ويمشي تاني. ليه؟ لان خايف من المدرس، مرهوب من المدرس. فلو ولي الامر والمدرس ابتدى يعني يجي مع الطالب، عمره ما هيبقى فيه تسرب. ثانيا، احنا في جمعيه دعائم الخير، يمكن انت تسمع عنها، عاملين حاجة على التصريب، ومعانا الأستاذ محمد والأستاذ يعني بتاع 5 6، قلنا نعمل حاجة للتصريب ونروح المدارس. احنا طبعا ما لناش صفة ان ندخل مدرسة نفتش، لا، احنا نروح من بره نسأل كام عيل ما جوش النهارده مثلا في الحتت اللي حوالينا، يعني 5 6 قرى،
ونشوفوا فلان ده غايب ليه 3 ايام ونروحوا البيت نساله عليه. ايه سبب غيابه؟ ممكن يكون مصاريف، ممكن يكون كتب، ممكن يكون يعني الدروس طبعا تقريبا السنه دي هتبقى محدده، لان سياده الوزير نازل ناشف بصراحه يعني. ودي برضو حلوه للتعليم، يعني علشان برضو ايه تبقى. فبرضو ايه الاستاذ مسعد مدكور ومحمد براني طبعا تعرفهم في الجمعيه تبعي معايا، فباذن الله هنعمله حاجه جميله جدا. وكمان الحي عمل ندوه بالخصوص ده، وكان عامل مؤتمر على